مستوى الدوري. الى خدينا الموسم الماضي فريق النهضه البركانيه فاز بمدينه الدار البيضاء بهدف واحد، هدف ابراهيم البحراوي وتشادراك في الوقت اللي تعطات الانطلاقه ديال المباراه. ولقاء الاياب فريق الرجاء فاز ببركان ورد الدين هدف واحد، هدفي محسن متولي ومحمد زريده. بالنسبه لهذا الموسم لقاء الذهاب الرجاء انتصر 2-0، هدفي زريده ومحمود بن تيك اللي حاضرين في هذه المباراه. ولقاء الاياب الرجاء انتصر 2-1، نوف الزروني ومحمد زريده. لهذا الحكم وكذلك الحكام الشباب حتى انه يقدموا يعني مستويات. لاحظوا هذا الحضور الجماهيري الكبير والقوي لجماهير فريق الرجاء. هذه قوه الرجاء على مستوى القاعده الجماهيريه. وكذلك الان النهضه البركانيه كما قلت انه رغم يعني بعد المسافه ولكن الجماهير التي تحملت مشاقه الملعب. وضربت مرمى لفريق فريق النهضه البركانيه، لعبت الكره طويله باتجاه لاعب يوسف الفحلي، محمد بقعزي، يوسف الفحلي، تدخل ديال مروان هدودي. الحكم كيوقف لاعب من جديد بشكل كبير امين الكرمه في المرتدات الهجوميه. تابع هذا التدخل ديال وقت اللي مشى الكره تدخل الخطا. اذا بعد متابعه اذا ورقه حمراء لمروان هدودي، ورقه حمراء بطاقه حمراء لمروان هدودي. اذا الرجاء سيوقف المباراه. لعبت الكره مباشره، فرصه كره جانبا. كان هناك وضعيه تسلل على اللاعب يوسف دايو، كره مرت جانبا من القائم الايسر، لعبت بشكل جيد من طرف اللاعب ياسين البحيري. نتابعوا من جديد. بالفعل كان هناك وضعيه تسلل، خروج ديال يوسف دايو. لاحظوا البكاء ديال اللاعب يوسف الزغودي، لانه هو اللي قلت بان اللاعبين كيكون طموح ديال اي لاعب انه يكون حاضر في المباراه النهائيه وانه يلعب دقائق ديال المباراه النهائيه. اصابه ديال يوسف الزغودي اللي اضطرته انه يخرج ويخلي المكان ديالو بكر الهلالي. فرصه راسيه وتدخل الحارس امين الوعد. كانت محاوله، لعبات الكره بسرعه داخل منطقه الجزاء والراسيه. فرصه محمد زريده الحكم في الوقت اللي الحكم كيقول تدخل. نتمنى ان يكون هناك روح رياضيه لأنه الحكم كان اعلن على الخطا. بعد ذلك كان هناك تدخل على ايد الحكم وحكام ديال المباراه كيحاولوا انه يهدئوا اللاعبين. وكذلك المباراه نتمنى انها تمشي بروح رياضيه كبيره بين فريقين كبيرين بقيمه الرجاء والنهضه البركانيه. سنتابع من جديد. هنا الحكم اعلن على الخطا. محمد زريده واصل المحاوله في الوقت اللي كان التدخل ديال حمزه المساوي. الحكم اعلن على خطا لفائده يعني قبل ذلك لفائده فريق النهضه البركانيه. اذا المباراه كما قلت نتمنى انه يكون هناك تحلي بالروح الرياضيه، الابتعاد عن كل ما يخرج الروح الرياضيه، الاستمتاع باجواء وحماس ومتعه كره القدم. كذلك انه التسويق يكون تسويق مثالي لهذه المباراه النهائيه. اكيد اللي كيتابعوا الملايين. كان هناك سقوط فقط ديال لاعب شرقي البحري. امامنا السيد فوزي الحجار رئيس الجامعه الملكيه المغربيه اللي حاولت استغلال هذه الكره الثابته. امامنا الحارس امين الوعد، لعبت الكره الراسي رجاء اول فرصه، كرة تمر جانبا. ابرز فرصه لفائده فريق الرجاء اسماعيل مقدم، حاول يمر في اتجاه لاعب نوفل العزروني، الكره تمر جانبا من القائم الايسر لمرمى الحارس امين الوعد. ابرز فرصه خلال هذه الجوله الاولى الراسيه ديال روجر اولو. اسماعيل مقدم يمرر بحث على نوفل العزروني ولكن الكره ديالو مشات احتفظ بالكره. عادل تحيف كيمر في الجهه اليمنى. تبادل المحاوله لفائده فريق النهضه البركانيه. كرة في الجهه اليمنى، ترفعت الكرة، فرصة رأسية ديال شرقي البحري. دائما الخطورة ولكن الكرة كتخرج خارج أرضية الملعب. ما تمكنش اللاعب والمدافع حمزة السمومي أنه يحصل على الكرة. من جديد يظهر الشرقي البحري. الرأسية والكرات الرأسية، الكرات الهوائية اللي كيعرف كيفاش يستغلهم الشرقي البحري. محمد بقعازي، هذه فرصة لفريق الرجاء. روجر أولو الحكم كيطلب مواصلة اللقاء. تابعوا هذه المحاولة، فرصة داخل منطقة الجزاء، فرصة الحكم يعلن عن ضربة جزاء لفريق الرجاء. أي بداية لهذه الجولة الثانية. دخل داخل
داخل منطقه الجزاء. انتبه هذه المحاوله، تمريره من نوفل الزرعوني ليسري بوزو. بكر الهلالي يسقط في المحظور، بكر الهلالي يسقط في المحظور. تابعوا يعني يسري بوزوق والرجل اليسرى. الوقت اللي كان خروج اللاعبين الوعد هجومي بالنسبه لفريق الرجاء يمنح لنا ضربه جزاء في الوقت اللي سيكون هناك متابعه الصوره. اذا هناك تسلل. اذا في الوقت اللي كيجي القرار ديال حكام الفار بان هناك وضعيه تسلل. اذا نتابع. اذا الخط الوهمي، اذا العوده ديال نوفل العزراوي من وضعيه التسلل. يسري بوزوق لم يكن كره في اليمنى. نوفل العزراوي فرصه تسديده والكره فوق المرمى. كانت محاوله وفرصه لفائده فريق الرجاء بواسطه اللاعب نوفل العزراوي اللي بحث على التسديد ديال المرمى. تسديده قويه. نتابع. التسديد كيبقى حل من الحلول. كره كتمشي فوق مرمى حارس امين الوعد. يوسف الفحلي ومحمد بقعاصي. يوسف الفحلي تمريره فرصه في القائمه الثاني. البحث على الشرقي البحري في القائمه الثانيه، ولكن الكره اللي محمود بن تيف في الوقت اللي زيد ما تسقط فوق ارضيه الملعب. تاخذ فرصه رجع اولو فرصه التمريره ما كانش بالشكل الجيد من طرف لاعب يسري بوزوق. رجع اولو صعود الجبل، حركات لعبه الكره الراسيه، تدخل ديال الكاميرا وسط الكره مره اخرى اللي يسري بوزوق يعمل محاوله المراوغه. رفعت الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه. فرصه محمود بن تيك يسدد وتدخل الدفاع. يطلب من اللاعبين أن يوقفوا اللاعب. لاحظوا روجر اورو ستاتينو في العزراوي. محمود بن تيك تدخل ديال عادل تحيف، تدخل ممتاز في المكان والتوقيت المناسبين. نوف العزراوي كيمرر في اتجاه لاعب محمود بن تيك اللي سدد ديال المرمى. ولاحظوا التدخل ديال عادل تحيف وابعاد الكره. كذلك من طرف لاعب جبريل وطرة. فرصه شكلت خطوره واضحه على الدفاع ولا مرمى فريق صعود. كذلك يوسف ضيو. حمزه المساوي لعبات الكره دائريه راسيه يلبست جانبا. فرصه لفائده فريق النهضه البركانيه بواسطه مامادو لامين كامارا. ارتقاء وصعود لامين كامارا وكذلك يوسف ضيو. لاحظوا هذه المحاوله لامين كامارا. مشات الكره لو مشات اعتقد المرمى كان سيكون هدف محقق للنهضه البركانيه. كره راسيه يعني نفذت الزاويه بشكل ممتاز من حمزه المساوي ومحاوله دخول فيما ياسين البحيري وراء الكره. ياسين البحيري لعبت كره دائريه راسيه مرت جانبا. عادل تحيف كره راسيه مرت جانبا من القائم الايسر لمرمى الحارس انس الزيتي. لاحظوا لي وحده عادل تحيف بالراس اعتقد انه ضربه الجزاء. اذا يوسف ضيو وانس الزيتي وجها لوجه. حكم كيطلب لاعبين ديال الفريقين يكونوا خارج وسط العمليات. يوسف ضيو يسعى للتنفيذ. انس الزيتي. يوسف ضيو. الهدف الاول لفائده فريق النهضه الامريكانيه من امضاء المدافع البوركينابي يوسف ضيو ومن نجح في تسجيل الهدف. اذا فرحه كبيره للطاقم التقني وللاطار الوطني امين الكربه الذي ينجح في اخذ سبق في هذه المباراه. اذا انتظرنا تقريبا لاحظوا تقريبا 106 دقائق او اكثر باكتساب الوقت بدل الدقائق حتى نتابعوا اول هدف لفائده فريق النهضه الامريكانيه. لم يكن من رجل المهاجم ولكن كان من المدافع بثوب قناص الاهداف ومهاجم هو يوسف ضيو. لاحظوا ضرب كره في اليمنى على الزيت في الجهه اليسرى وهدف اول لفائده فريق النهضه الامريكانيه. اذا تغيرت النتيجه في هذه المباراه النهائيه لفائده حامل اللقب فريق النهضه الامريكانيه. هدف لا شيء. فرحه كبيره جماهير النهضه الامريكانيه اللي رافقت فريقها في هذا اللقاء في هذه المباراه.